السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم يعني ايه ماركتنج فانل، وازاي تقدر تبني الماركتنج فانل، وازاي تقدر ترسم او تعمل مخطط لدخول العميل للشركه، بدايه من ان هو اول ما يشوف البراند بتاعك او البيزنس بتاعك لحد ما يبدا يتعامل معاك ويشتري منك. في الاول هنعرف يعني ايه ماركتنج فانل. الماركتنج فانل هو نموذج او تخطيط لرحله العميل ابتداء من معرفته بالبراند بتاعك حتى وصول العميل لإجراء عملية الشراء من الشركة أو البراند. طيب ليه مهم تبني ماركتينج فانل؟ عشان تقدر تحدد الوسائل والاستراتيجيات اللي هتستخدمها في كل مرحلة، وتقدر تقيس كل وسيلة أو كل استراتيجية من دول في تحقيق الهدف المطلوب منك في الماركتينج. دلوقتي هنتكلم عن المراحل اللي بيمر بيها العميل في الماركتينج فانل بتاعتك. أول مرحلة اللي هي توب اوف ذا فانل اللي بيقولوا عليها توفو، وبنقول عليها الاويرنس ستيج. دي المرحلة الأولى في رحلة العميل اللي العميل بيتعرف فيها على البراند بتاعك أو البيزنس أو الشركة بتاعتك ونوع المنتجات والخدمات اللي أنت بتقدمه. بيتم استخدام كل الوسائل والاستراتيجيات اللي بتساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية أو ما يسمى البراند اويرنس، زي السوشيال ميديا، الاس اي او تحسين ظهور الموقع بتاعك على محركات البحث، او التسويق عن طريق الانفلونسرز وغيرها كتير. تاني حاجة هي الميد اوف ذا فانل او بيقولوا عليها الموفو، وبنقول عليها الكونسيدريشن ستيج. في المرحلة دي العملاء بتبدأ تفكر في المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك، وبنستخدم استراتيجيات زي التسويق عن طريق البريد الإلكتروني أو العينات المجانية أو الخصومات، وبنحاول إعادة الاستهداف عشان نحولهم لعملاء. ثالث مرحلة هي bottom of the funnel أو البوفو، وبنقول عليها الكونفرجن ستيج. في المرحلة دي بنحول العملاء المهتمين بالبراند أو المنتجات بتاعتنا لعملاء فعلا يشتروا مننا. حاول في المرحلة دي تستخدم آراء وتجارب العملاء اللي اشتروا منك قبل كده. حاول تستخدم حاجات زي التجارب المجانية، الفري ديمو والفري ترايلز، وحاول تستخدم عروض محددة في وقت معين، وخلي السي تي اي او الكول تو اكشن بتاعك قوي جدا بحيث ان احنا نشجعهم على عملية الشراء. ودايما دايما دايما حاول تبسط عمليات الدفع، خلي عملية الدفع بسيطة جدا على قد ما تقدر. بعد كل عملية دفع ابعت للعميل رسالة شكر مخصصة سواء عن طريق الموقع أو عن طريق البريد الإلكتروني بتاعك. معظم الشركات بتقف لحد الثلاث مراحل دول، بس الشركات الكبيرة بتحاول تكبر الفانل بتاعها وتكبر قاعدة العملاء والمبيعات بتاعتها. عشان كده هتلاقي فيه كمان 2 ستيجز ممكن تدخلهم، أو لو أنت بتحاول أنت تكبر قاعدة العملاء بتاعتك. أول واحدة لويالتي ستيج. بعد ما العميل يشتري منك حاول تحافظ على طرق للتفاعل والتواصل بينك وبين العملاء بحيث يكرروا عملية الشراء. الشركات الكبيرة بتحاول تطبق برامج لمكافأة العملاء وبرامج للولاء، زي نظام النقط أو نظام الامتيازات اللي بتتقدم للعملاء الفي اي بي وحاجات تانية كتير. الهدف منها تشجيع العملاء على إعادة عملية الشراء مرة أخرى. خامس مرحلة، ودي مرحلة برضو ممكن تزودها، اللي هي بنقول عليها الادفوكاسي ستيج. في المرحلة دي بيتم تحويل العملاء لمؤيدين ليك ومسوقين ليك. معظم الشركات اللي بتحاول تطبق الاستراتيجيه دي او الستيج ده حجم البيزنس بتاعها وقاعده العملاء بتوعها بتزيد بشكل كبير، وبمنتهى البساطه ده بيبقى سر الورد اوف ماوث. وكل ما كان عملائك بيتكلموا عنك وعن شركتك كل ما هتقدر تحقق انتشار اكبر وهتحقق حجم مبيعات اكبر. ودي الخطوات اللي انت تقدر تستخدمها عشان تعمل من خلالها ماركتنج فانل. اول حاجه تحديد الجمهور المستهدف وتصميم شخصيه العميل المثالي. لو عايز طريقه تحديد الجمهور المستهدف وتصميم شخصيه العميل المثالي اتفرج على الفيديو ده. تاني حاجه حدد كل نقط الاتصال اللي هيحتاجها العميل بتاعك، بداية من ان هو يعرف المنتج او الخدمة او الشركة بتاعتك لحد عملية الشراء. ثالث حاجة اختار وسيلة او 2 لكل مرحلة من دول. رابع حاجة اربط المسارات ورحلة العميل كلها ببعض، ولازم تخلي بالك ان كل مسار بيتم استخدامه بيبقى هدفه نقل العميل للمرحلة اللي بعد كده، عشان كده محتاج تربطهم كلهم ببعض. وده مثال لشكل مسار التسويق او الماركتنج فانل للثلاث استراتيجيات الاساسيين. ما تنساش لو استفدت من الفيديو ده اعمل فولو او سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن التسويق والبزنس. ربنا يوفقنا جميعا.